لخصنا النهاردة عن فيلم ذا ايكولايزر اللي بيحاول فيه محقق العدالة إنه ينتقم من كل فرد بيقف قدامه مقابل انه كان بيدافع عن بنت كانتش عارفة طريقها. وبنبدأ الفيلم في بيت بسيط لروبرت ماكول اللي كان وقتها عايش لوحده طول الوقت. كان مهتم بتفاصيل حياته لدرجة غريبة، وكالعادة بيستعد انه يروح شغله اللي شغال فيه. يبان وقتها ان روبرت محبوب جدا وسط اللي موجودين، ده لانه كان خايف دايما على مصلحتهم وكمان صحتهم. وقتها بينصح زميله رالفي انه لازم يهتم بالاكل بتاعه عشان يقدر يخس، وخصوصا في الوقت ده انه مقدم كفرد امن. وبيبقى يوم روبرت روتيني جدا لانه بعد ما بيخلص شغله بيرجع البيت. بالليل بياخد نفسه وبيتعشى في مطعم بريك دينر، وهناك كان كل فترة بيقابل بنت صغيرة واسمها تيري. كالعادة بيرجع تاني يوم للشركة اللي شغال فيها، بس المرة دي بيتفاجئ ان زمايله يتراهنوا على الوظيفة اللي كان ماكول شغال قبل ما يجي فيها هنا. وقتها بيقول لهم انه قبل ما يجي كان شغال في فرقة رقص. لما بيروح روبرت كالعادة وبيتعشى في المطعم يرجع يقابل تيري كالعادة، بس المرة دي بيلاحظ انها متوترة. بياخد باله ان في عربية واقفة ومستنياها بره. بحكم الشغل اللي شغالاه تيري بترفض انها تركب مع العربية، بتضطر وقتها انها توافق لانها عارفة لو ما عملتش كده يحصل لها ايه. طبعا روبرت كان شايف كل ده وساكت. تاني يوم بيرجع لرالفي وبيبدأ يدربه عشان يقدر يخس شوية ويقبل في وظيفة الأمن. لما بيجي الليل وبيروح يتعشى في المطعم بيقابل تيري، بس المرة دي كان شكلها تعبان وكمان لابسة نضارة سودا. المرة دي بتقرر انها تقعد معاه على نفس الترابيزة. لما بيبص لوشها بيعرف ان في حد ضربها، رغم انه بيسألها ما بترضاش ترد عليه، بس بتديله اسطوانة وبتكون مسجلة عليها اغاني بصوتها. دي الهواية اللي هي بتحبها، بس للأسف في الحقيقة ما تقدرش تعملها. بعد لما بيخلصوا العشاء بيقرر روبرت انه يوصلها، بس بيتفاجئوا وقتها ان في عربية بتقف قدامهم. اول لما تيري بتشوفها بتتغير ملامحها. اول لما بتتحرك ناحية العربية بيخرج منها شخص وبيبدأ يزعق لها، ومش بس كده ده بيضربها كمان. لما بيحاول انه يتدخل بتشاور له انه يبعد. بيبدأ الشخص اللي ضربها انه يدي لروبرت كارت، بيقول له ان مكانتش عاجباك فممكن نبعت لك بنت تانية. من وقتها بيروح روبرت وبيبدأ يفكر في الموقف اللي حصل، خصوصا لما بيرجع يتعشى في المطعم تاني يوم ومش بيلاقي تيري كالعادة موجودة ومستنياه. ده اللي بيحصل في يوم اللي بعده واللي بعده. يقدر يعرف من اللي شغال في المطعم انها مش بتيجي لان في حد ضربها، هي دلوقتي موجودة في العناية المركزة. طبعا روبرت ما بيترددش وبيروح للمستشفى بسرعة عشان يشوفها. اول لما بيوصل بيكتشف انها متصابة اصابات خطيرة. ساعتها بيكتفي ان يشوفها من بعيد. بيلاحظ وقتها ان صاحبتها اللي كانت معاها بتخرج وهي منهارة، لدرجة انها بتوقع القهوة على ايديها وهي مش حاسة. اول لما بيسألها عليها وبيقول لها اسمها الحقيقي لينا بتستغرب وبتخاف منه، بس بيبدأ روبرت يطمنها وبيقول لها انه صديق. بتبدأ وقتها تحكي له انها كانت مع راجل ولما ضربها ضربته. ده اللي خلى الراجل وقتها يتصل بالقوات بتاعها سلافي. يقرر وقتها انه يعاقبها ويعمل منها عبرة. من ضمن الحاجات اللي عملها سلافي قبل كده انه دلق حمض على وجه فتاة، خلاها كمان عايشة وسطهم عشان تبقى عبرة. ومن وقتها ازداد انشغال روبرت بقصة إلينا. بننتقل بعدها للمقر اللي موجود فيه سلافي. بنتفاجئ وقتها ان روبرت جايله لوحده وسط رجالته. اللي بيستغربوا وقتها كلهم هو ازاي اساسا وصل للمكان ده، بس روبرت وقتها بيقتصر الموضوع وبيطلع صورة إلينا وبيوريها لهم، وبيقول لهم انه محتاجها ضروري. لكن وقتها ابتدوا يتريقوا عليه وكمان يضحكوا عليه. وقتها سلافي بيرد عليه وبيقول له ان اكيد غلطان في العنوان. بيبدأ يتريق عليه وبيقول له انه يمشي ايها العجوز، بس روبرت وقتها كان مصمم وبيقول له انه ممكن يديله 9800 دولار عشان يقدر ياخدها، كمان يديها حريتها. طبعا وقتها سلافي بيبدأ يفكر في البنات اللي عنده كاستثمار. بيقول له انه موافق يديها له بس بشرط لمدة شهر واحد بس. ده اللي خلى روبرت يرجع ياخد فلوسه مرة تانية. وبسبب طبعه بيبدأ ينظم المكتب اللي قدام سلافي. كان خلاص مقرر انه يمشي، بس بيسمع شتمته قبل ما يمشي. بيرجع يقفل الباب وبيحاول يتحكم في أعصابه، بس من الواضح إنه مش بيقدر. بيبدأ إنه يقفل الباب بالقفل، وبيبدأ وقتها يركز في تفاصيل كل الأفراد اللي موجودين حواليه، وكمان الأسلحة اللي موجودة في المكان اللي حتى اللي في إيديهم. غريب وقتها إنه بيبدأ يظبط التايمر بتاع ساعته على 16 ثانية. من وقتها ابتدى يتحرك ناحية رجالة سلافي ويضربهم كلهم واحد ورا التاني. يبان وقتها قد إيه تيري محترف في فنون القتال. بيتضايق وقتها إنه قدر يخلص عليهم كلهم بس في 19 ثانية من 16. يروح وقتها لسلافي قبل ما يموت، يبدأ يقول له تفاصيل في جسمه مش أي حد عادي يقدر يعرفها. ده بيبين إن روبرت ما كانش مجرد رائس قبل ما يشتغل. وبيرجع بعدها روبرت البيت وبينام ولا أكن حاجة حصلت. في
تاني يوم بيرجع شغله بشكل طبيعي، كمان بيقابل رالفي وبيقول له انه وصل للوزن المناسب. في نفس اليوم بيوصل نيكولاي اللي بيبان من تصرفاته وشكله انه الرئيس الاعلى لسلافي. من الواضح كمان انه كان شغال في الشرطة، بس الحقيقة انه ليه معارف من الشرطة وبيكون هو اللي مشغلهم. بيقدر نيكولاي يوصل لتيري، بيشوف شوية صور ليها مع روبرت. طبعا هو عايز يوصل لأي خيط يوصله بالقاتل. ننتقل بعدها للمحل بتاع أم رالفي اللي كان دايما بيجيلها مجموعة من رجال الشرطة الفاسدين، وكمان بيتعشوا عندها ومش بيدوها فلوس، بل بالعكس بياخدوا منها هي فلوس. لما رفضت مرة انها تديهم ولعوا لها في المحل. طبعا روبرت بيعرف اللي حصل، طبعا بيقرر وقتها انه يحقق العدالة بنفسه. لما بيحاول يقنعهم ويرفضوا بيبدأ يضربهم واحد ورا التاني. بيرجع بعدها يقول لهم انهم لازم يرجعوا الفلوس اللي خدوها. في الصبح بيروحوا لها وبيرجعوا الفلوس وهم متكسرين. بيوصل نيكولاي لصاحبة تيري القريبة منها، بيحاول بكل الطرق انه يسألها عن مكانها لانه مش عارفه. طبعا وقتها هي بتنكر انها تعرفها. طبعا وقتها مش بتقدر تستمر انها تنكر، بتبدأ وقتها تحكي له عن كل اللي تعرفه. طبعا بعد ما انها كدبت عليه بيخلص منها. اخيرا بنشوف رالفي وبقى حارس امن. كمان بيكتشف نيكولا ان روبرت دخل الفندق وقتها وما خرجش منه، اللي كان وقتها موجود في الشركة اللي شغال فيها. بيلاقي ان في واحد بيحاول يسرق الفلوس من على الخزنة. كان وقتها روبرت هيتصرف معاه، بس اول لما شاف طفل صغير في المكان بيقرر انه يتوقف، يديله الخاتم بتاع زميلته وكل الفلوس اللي يحتاجها. بس بعدها على طول بيخرج وراه وبيشوف رقم العربية. بعد لما بتيجي الشرطة وبتعاين اللي حصل، بيروح روبرت وبياخد هامر. كالعادة بيقرر انه يحقق العدالة بنفسه. فعلا في الليل بيوصل لزميلته الخاتم اللي كانت سرق منها، وبعدها بيرجع الهامر تاني مرة تانية مكانه. بعد لما بيرجع للبيت يتفاجئ ان نيكولي واقف قدام الباب بتاعه. بيحاول وقتها يسأله شوية اسئلة عشان يتأكد ان هو اللي قتل الرجالة بتوعه. بيبدأ كمان يستفزه وبيوريله صورة البنت اللي قتلها. بعد لما بينزل من عنده بيكون متأكد وشاكك فيه، ده اللي بيخلوه يراقبوه بعدها 24 ساعة. لما بيكون ماكول بيتعشى كالعادة في المطعم اللي فيه، بيلاحظ وجود شخص غريب هناك. بيبدأ وقتها يكلمه بصراحة وبيقوله إن جاي يهاجمه هو لوحده ولا حد معاه. أول لما بيواجهه بيبدأ الشخص ده يطلع مسدس عشان يثبته. وقتها روبرت بيبدأ يدرس تحركاته بسرعة، بيخلص عليه في ثواني. بعدها على طول بيضلم المكان وبيحاول يهرب من غير ما أي حد يشوفه. وقتها بيقرب من نيكولاي وبياخد صورة ليه. بعدها على طول بتتحرك كل الرجالة بتاعت نيكولاي وراه لغاية لما بياخدهم لمكان فاضي. بيضرب واحد وبعدها بيتحرك للبيت. بيظهر وقتها روبرت وهو متعور في رجله، الوقت اللي هما بيكونوا فيه موجودين قدام البيت. بس الغريب انهم لما بيبتدوا يفتشوا في كل البيت مش بيلاقوه موجود. بيبان وقتها ان روبرت موجود في مكان تاني وكان بيصور البيت كله، ده عن طريق كاميرات سرية مستخبية في البيت. أول لما بيطلع النهار بيروح روبرت لأعز أصحابه اللي كانوا شغالين في مناصب حساسة جدا في الحكومة. بس روبرت وقتها كان واضح وابتدى ساعتها يوريهم صورة نيكولا ويسألهم عليه. بنقدر نعرف وقتها ان روبرت قدر يمحي كل اوراقه الرسمية، ده لانه قدام الحكومة ميت فعلا، ده لانه كان مقرر انه يبتدي بداية جديدة. بعدها بتوصل صديقته بطيارة خاصة تبدأ تقوله ان الراجل اللي قتله كان من المافيا الروسية، ان نيكولاي شغال في القوات الخاصة. بيقدروا يعرفوا وقتها ان روبرت جاي عشان مش يطلب المساعدة، بس عشان ياخد الاذن باللي هيعمله. وبعدها على طول بيروح للدراع اليمين لنيكولاي وبيبدأ انه يربطه من ايديه في العربية. بيقفل كل منافذ العربية وبيبدأ يسرب للمكان الغاز ده عشان يجبره انه يقوله كل الحقيقة عن المنظمة السرية اللي شغال فيها. بس طبعا ماسترز مش بيعترف بسهولة لأول مرة، بس في النهاية بيجبره انه ينفذ كل طلباته. بياخده بعدها للمقر السري للمنظمة، مكان ده موجود فيه ملايين الدولارات. ابتدى وقتها يقنعهم ان ده الراجل جديد في العصابة. ابتدى وقتها يحاول يأمرهم انهم يخرجوا كل الفلوس في المكان. بعدها على طول بيبرغ الشرطة بالمكان اللي فيه الفلوس. بيبدأ وقتها يحاول يقنع ماسترز انه يعمل حاجة صح في حياته بعد خدمة 22 سنة في الشرطة. بيبدأ وقتها يعرفوا مكان الأدلة اللي كان مخبيها ضد أفراد الشرطة. بعدها فعلا بتوصل الشرطة وبتصادر كل الفلوس. في النهاية بيوصل لنيكولاي، بيحاول وقتها يقنعه انه يسلم نفسه. بعدها على طول بيسيبه وبيبدأ يفتح الفلاشة اللي عليها كل المعلومات واللي خدها من ماسترز، اللي بتبين ان في اشخاص كتير من الحكومة متورطين في المافيا دي.
بعدها على طول بيبعت كل البيانات دي للحكومة. ساعتها بيضطر نيكولي انه يقبض على كل اصحاب روبرت عشان يسلم نفسه اللي كانوا شغالين معاه في الشركة بتاعته. طبعا بيضطر وقتها انه يروح لهم عشان يبدأ يخلص عليهم. فعلا بيبدأ يوصل للمكان وبيخلص عليهم واحد ورا التاني من كل افراد العصابة اللي موجودة، لغاية لما بيخلص عليهم كلهم ومش بيبقى غير نيكولاي. وبيبدأ وقتها يضرب الرصاص على رجليه. بس نيكولاي كان كل همه انه يعرف شخصية روبرت الحقيقية، بس روبرت مش بيرد عليه وبيتخلص منه. بعد 3 ايام بيقرر انه يروح لرئيس المافيا اللي بيحاول يقنعه وبيقول له هيكسب ايه لو هو مات. وفجأة النور بيطفي وبيختفي روبرت، وبيلاحظ ان المكان كله متغرق وبيموت بالصاعق الكهربي. بعدها بيخرج روبرت من القصر بعد ما كان خلص على كل الحرس اللي موجودين، وبالشكل ده بيكون حقق الحرية لتيري واللي زيها اللي بيكون فعلا شكلها اتغير 180 درجة.